يعني الله عرفوه بالعقل. طيب إذا كان في مشروع إيراني في المنطقة وأنا معك في هناك مشروع إيراني في المنطقة، من الذي سهل لهذا المشروع الإيراني في المنطقة؟ خلينا نأخذ اليمن. طيب اليمن هي دولة جارة للمملكة العربية السعودية. اليمن منذ 20 عاما وهي تطالب بأن تنضم لمجلس التعاون الخليجي. اليمن هي واحدة من أفقر 20 دولة في منطقة من أغنى مناطق العالم، عندهم احتياطات مالية أكثر من 2 تريليون دولار، السعودية والإمارات والكويت. لحظة. طيب إذا إحنا سمحنا بتجويع الشعب اليمني، لماذا لم نأخذ بيد هذا الشعب؟ كان الرئيس أنا عارف الرئيس علي عبد الله صالح كان الصديق الصدوق والحليف الكبير للمملكة العربية السعودية في اليمن. حكم 30 عاما أو 32 عاما في اليمن بدعم من المملكة العربية السعودية، ورسم الحدود مع المملكة العربية السعودية لأول مرة في التاريخ. تنازل عن جيزان ونجران واتفاق الطائف بعد أن وصل إلى 100 عام. المهم، طب لماذا لم تأخذ السعودية بيد اليمن؟ لماذا لم تأخذ دول الخليج الآن التي تحارب في اليمن؟ لماذا لم تطور الشعب اليمني، تنمي الشعب اليمن بحيث يصبح الشعب اليمني شعب عزيز وكريم وهو شعب عربي أصل العرب؟ وحتى هؤلاء الحوثيون هؤلاء عرب وأقحاء، وهؤلاء أيضا من أهل البيت. يعني علينا أن نضع في اعتبارنا كان يجب نحن كعرب علينا أن نحصن الشعب اليمني من المشروع الإيراني، أن نمنع وصول إيران لليمن وأن نمنع وصول إيران للعراق. ما الذي أوصل إيران إلى العراق؟ التآمر الخليجي مع أمريكا لتدمير العراق ولحصار العراق. هذا احنا يجب أن نلوم هذا الأساس. هذا هو الجائرة. سوريا، تفضل سوريا أستاذنا. سوريا من الذي من الذي سلح المعارضة السورية؟ إيران اللي سلحت المعارضة السورية. إيران دولة لها مشروع ومن حقها أن يكون لها مشروع، لكن أين مشروعنا نحن العرب؟ أين هو المشروع العربي؟ إيران تتدخل ونحن نتدخل أيضا، لكن نحن نتدخل بالطريق الخطأ. أكثر من 5 سنوات يجب أن يرحل الأسد. الآن أمريكا قالت لهم تشمل الأسد باقي، وجدت روسيا كمان والأسد باقي. أكثر مليارات الدولارات حطينا في اليمن، الله يعلم في سوريا. أين ذهبت هذه المليارات؟ مليارات جاءت لنا بالدولة الإسلامية، جاءت لنا بجبهة النصرة، جاءت لنا بأكثر من 100 تنظيم الآن مصنف على قائمة الإرهاب. هذه أموالنا العربية تنفق في المكان الخطأ، وليس من أجل بناء الدول، من أجل تدمير الدول. ليبيا من الذي دمر ليبيا؟ الأموال القطرية والأموال السعودية والأموال الإماراتية. هذه كانت تدخل في ليبيا. من الذي أسقط النظام في ليبيا؟ من الذي حول ليبيا إلى دولة فاشلة؟ من الذي حول اليمن إلى دولة فاشلة؟ من الذي حول سوريا إلى دولة فاشلة؟ هذا هو السؤال الذي يجب علينا أن نسأله وأن نجاوب عليه بكل صراحة. إذا أردنا أن نوجد مشروعا عربيا في مواجهة المشروع الإيراني، في مواجهة المشروع التركي، في مواجهة المشروع الإسرائيلي، علينا أن نعترف بأخطائنا وأن نعمل سويا، وأن تكون دولة فلسطين هي البوصلة. هذا هو العدو الحقيقي يا أستاذ علي.